السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين. اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. اسفة جدا الاول كده، انا بلطم وبشلشل وبولول بس على منظر الاوضه. المهم انا اسفة على تأخيري المتكرر ليكم، بس غصب عني سامحوني والله العظيم، حقكم عليا. الفترة اللي انا بمر فيها دي بمر بمشاكل صحية صعبة شوية عليا، وممنوعة اصلا من الحركة كتير اساسا، يعني ممنوعة من الحركة خالص، لان يعني ادعولي بس الفترة دي تعدي على خير كده ان شاء الله، وارجع اشتغل زي الاول تاني. وبشكر قوي كل اللي بتواصل معايا على اليوتيوب والفيسبوك. بشكركم من كل قلبي وبحبكم في الله، ويا رب ما اتحرم منكم ابدا، ويدومكم نعمة وصحة وخير وسعادة في حياتي دايما. الفيديو ده بقاله شهر عندي مصوراه ما نزلتوش، انا بقالي فترة طويلة اصلا مش بصور والله يا جماعة، وحقكم عليا جدا جدا جدا. انا عارفة ان ده مصدر رزق ليا وانا وولادي، وبصراحة بامانة يعني القناة وقعت جدا وريتشها وقع خالص، وكل اصحاب القنوات واليوتيوبر يفهموا الكلام ده، لان القناة لما بتسيبيها شوية كتار وريتشها بيقع ومش بترجع تشتغل زي الاول تاني غير بمجهود شاق جدا، و يعني شوية حاجات كده. فادعولي بقى ان انا ارجع القناة تاني زي الاول، لان بصراحة انا ما فيش مصدر رزق تاني يعني. والله المستعان، ربنا يديمكم صحة وستر وسعادة، ويا رب ما يحرمكم لحد ابدا، وتبقوا في صحة جيدة كده. اهم حاجة الصحة يا جماعة. المهم انا ببارك لكل طلاب الثانوية العامة، وبقول لكم كلمتين: كل ام وكل اب لو ولادكم ما جابوش الدرجة اللي انتوا كنتوا منتظرينها، صدقوني كويس قوي ان هم عملوا المجهود اللي هم يقدروا عليه، وكتر الف خيرهم بصراحة، لان السنة دي كانت الامتحانات صعبة يا جماعة. وصدقوني اللي ربنا كاتبه لكم وطالب يعني ورزقكم بيه خير، يعني ما تزعلوش ولا تندموا. اي حاجة ربنا يبعتها لكم دي خير ورزق، وارضوا بيها. والف مبروك لكل اللي جاب كلية نفسه فيها، واللي ما جابش ارضى باللي ربنا كتبه لك، او ارضي باللي ربنا كتبه لك، اكيد هيكون مجالك احلى واكتر، وان شاء الله تبقوا في تقدم باذن الله. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة، وحدوا الله واستغفروا ربنا كتير كده، وحاولوا ان انتوا الفترة اللي احنا فيها دي الاستغفار كتير بيمنع الاقدار. وعايزه اقولك بقى قومي تشجعي كده. الفترة الجاية احتمال اعمل لكم روتين، يعني تشجيع وتغيير كده، شوية حاجات عندي في الريسبشن ان شاء الله. ادعولي بس ربنا يقويني ويعيني كده واقدر اصور تاني زي الاول، لان والله يا جماعة اقسم بالله انا كنت في المستشفى امبارح والدكتور قال لي ممنوع الحركة نهائي، و يعني فترة معينة كده، وربنا يسهل يعني. ما اشوف عاملة كمية اشاعات بصوا هو الموضوع كبير وكتير قوي، ومش عارفة اقوله لكم دلوقتي في الفيديو، بس اللي اقدر اقوله لكم: الصحة لو خانتك صعب قوي، وخلي بالك من نفسك وما تعمليش مجهود كتير، ما تجيش على اعصابك اكتر واكتر. صدقيني والله العظيم لو خانتك صحتك هتتعبي. فنصيحة مني لكل ام وكل ست بتشوفني وبتتابعني: ما تضغطيش نفسك. لو مش قادرة تعملي حاجة النهاردة ما تعمليهاش، اعملي بكرة، اعملي بعده. ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد. هو بيتنا وحياتنا وولادنا وكل حاجة، ولازم نعمل علينا، بس صدقيني والله العظيم هيجي عليك وقت ما هتقدري اصلا تقومي تخدميهم زي ما انا بيحصل لي دلوقتي. انا انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس مش هينفع برضو اوضح قوي دلوقتي، وهقول لكم في فيديو مختصر كده هحكي لكم كل حاجه. ده للناس اللي بتحبني وهممها قوي تعرف انا مالي ولا ايه اللي حاصل لي ولا فيا ايه. وبشكركم تاني وتالت وعاشر لتواصلكم معايا الدائم. وحابه اقول لكم كلمتين يا جماعه: انا عندي فيديوهات كتير على الصفحه، حاولوا تدخلوا تشوفوا كل الفيديوهات القديمه هتعجبكم جدا. ولايك وشير يا جماعه، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب في القناه، واللي مش مشترك يتابعني ويشترك معايا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. ويا ريت تكتبوا لي كده انتوا بتتابعوني من انهي دوله واساميكم، عشان الفيديو اللي جاي اشكركم فيه باذن الله. ربنا يخليكم ليا ويدومكم صحه وخير وستر وسعاده في حياتي ان شاء الله، امين يا رب العالمين. الفتره دي انا كنت طالعه لايف على التيك توك، ف تابعوني برضو هناك.
اليوم ده طبعا زي ما انتوا شايفين، دي الاوضه دي بتاعه الليفنج يا جماعه، لو انتوا كلكم عارفين دي ركنه بسيطه كده. وده السرير بتاع ماما الله يرحمها، كانت دايما تحب تنام عليه عندي يعني، فمعتزه بيه بصراحه، محتفظه بيه قوي. ناس كتير قالوا لي ان انا اشيل السرير من الاوضه واعملي ركنه وكده. يا جماعه دي مش شقتي ملكي عشان افصل ركنه عليها واعمل بصوا انا لو في شقتي اعمل ديكور كل شويه. ادعوا لي كده ربنا يرزقني ان شاء الله ويوسع رزقي، وباذن الله يبقى عندي شقه ليا انا واولادي واعمل فيها اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم بقى ان شيله المرتبه دي الفتره اللي انا فيها دي ممنوعه منها اي حركه جديده زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي، برضو دي ممنوعه منها. ليه؟ هقول لكم ليه بس الفيديو اللي جاي ان شاء الله. المهم عدلت المرتبه كده وظبطتها وقمت فرشه السرير، قلت عشان ايه انا بتشقلط وانا بفرشه ما يبقاش الشقلطه قدامكم، بس زي ما انتوا شايفين كده. بشكركم بقى والله العظيم يا كل اخواتي واصحابي وحبايبي اللي سألوا عليا من داخل مصر ومن خارج مصر، يا رب يخليكم ليا وما اتحرم منكم ابدا. ويا جماعه عايزاكم تشجعوني شويه الفتره دي في الكومنتات وشاهدوا القناه عشان حتى ارجع يعني اشتغل بنفسي كده بالله عليكم يعني. وبدل الكومنت يا ريت 2 و3 و4 عشان الكومنتات الكتير بترفع من ريتش القناه شويه، لان انا هتعب جدا لحد ما ارجع القناه تاني زي الاول. كنت شغاله الفيديو ده بشتغل وبنضف وبروق كده، كان في عز الحر بصراحه يعني. مش عايزه اقول لكم يا جماعه اللي احنا فيه، احنا بنستلق فعلا بجد يعني، بجد بجد بجد. المهم مسكت بقى حاجه كده، انا عايزاكي ترتبي نفسك وانتي بتشتغلي عشان ما تبقيش شايله كل حاجه على دماغك كده وحمل ومسؤوليه وخلاص. يعني انا بدأت بأوضة الليفينج اليوم ده، وبعد كده مش عارفة ريحت شوية وبعد كده قمت كملت حاجة تانية يعني. ما مسكتش كل حاجة فوق راسي كده وقلت اشتغل كله ورا بعضه يعني، لا حبيت اعمل حاجة وعلى الهادي يا زبادي زي ما بيقولوا كده. وطول ما انا شغالة كده يعني عمالة استغفر ربنا كتير واصلي على النبي اكتر واكتر، ويعني زي ما انت شايفه بمسك حاجه كده وامسحها. انا بصراحه اللون البني ده يا جماعه جاب لي اكتئاب مش عارفه ليه. الالوان الغامقه ما بقتش بتيجي معايا سكه خالص 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 بجد بجد. بشرب من الحر يا سعاد، الحر يا سعاد، الحقيني يا سعاد. عايزه اقول لكم الحر مبهدلنا موجة حر يا جماعه غير عاديه. اسكندريه عندنا مش طايقين نفسنا والله ما طايقين نفسنا من الحر بجد يعني. عايزه اقول لكم البديل السجاد ده يا جماعه جميل قوي 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 يعني. نفسي بجد ان انا اغير واجدد واجيب الوان فاتحه، بس ادعولي كده ربنا يرزقني الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. كمل علاجي بس على خير واجيب ان شاء الله. ربنا يرزقك ويرزقني ويرزق امة محمد جميعا، امين يا رب العالمين. في واحده كانت كاتبالي في الكومنتات مره ان انت ليه دايما لما بتشتغلي مش بتلبسي سليبر في رجلك او حاجه. يا جماعه انا واحده متعوده على كده، انا عادي، انا شقتي نظيفه الحمد لله ولله الحمد، سجادي بغسله كل اسبوع. ما تعودتش ان انا البس بصراحه سليبرات ولا حاجات من دي في رجلي كتير. ليه بقى؟ بحس ان انا مقيده في الحركه، انا بحب امشي كده احس يعني الارض تحت رجلي. ربنا ما يحرمكم من النعمه دي. تمام. فالحمد لله شقتي نظيفه وكل حاجه والفتره اللي جايه يعني انت نبرتي عليا فيها. هضطر اجيب شبشب بس سليبر طبي لان رجلي تعباني. يلا يا ستي ولا تزعلي نفسك هلبس لك سليبر الفتره الجايه بس طبي علشان رجلي وجعاني، ولا تزعلي نفسك اختي. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه، لو انت شايفاني مثلا مش لابسه وانت نفسك في كده ما تعملي زيي، ما تلبسيش عادي. ايه المشكله؟ معكم مشكله على راي اخواتنا العراقيين. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه وصحه وستر في سعاده كده دايما في حياتي. قومي يلا تشقلطي في الشقه كده، اعملي همه ونشاط شويه. انا من النوع اللي بحب لما بروق وبكنس وبسيق وانضف بعمل روتين زي ما انتوا شايفين كده، بشيل كل حاجه من مكانها واكنس واسيق وبعد كده اردها مكانها تاني. كده بحس بتغيير جذري يعني، بحس ان حياتي بحس كده بنشاط اكتر وطاقه ايجابيه اكتر. اهو شلت حتى التلاجة وهكنس من وراها اللي هي
المبرد يا جماعة. والله هي بعافية برضو عندي شوية، كل شوية تفصل وتشتغل لوحديها، يعني شوية تسقع وشويتين لأ، بس اهم ماشياني والحمد لله والله العظيم. عايزة بقى اعمل لها صيانة بس في الشتاء ان شاء الله بقى، ان شاء ربنا لو ربنا مد في عمري وطول في عمري للشتاء هبقى اعمل لها صيانة، هوديها مركز الصيانة بتاعتها واعمل صيانة. بصوا ده كلور بقى خام، انا حابة اسيق بكلور خام بصراحة، بيديني طاقة ايجابية يا ولاد كده رهيبة رهيبة رهيبة، من غير مية ومن غير اي حاجة، بحس بريحة ونظافة كده، ياه حاسة ان انا اللي اتغسلت من جوه والله العظيم يا ولاد، حاسة ان انا اتغسلت من جوه كده بطريقة رهيبة، بيديك انتعاش وطاقة كده زي ما انت شايفة اهو. شلت الكومود من مكانه، كنست وسيقت ونضفت. والله ما بقعد، عايزه اقول لكم تعبانه مش تعبانه ما بقعدش، وبشتغل دايما والله العظيم. ربنا ما يحرمكم من صحتكم ولا من الستر في بيوتكم ابدا، امين يا رب العالمين. ويخلي لكم ولادكم وحبايبكم تخدموهم يا جماعه. والله يا جماعه انا مش عايزه اقول لكم ان انا يعني الفتره دي نفسيا مش مظبوطه خالص، بس ربنا يخلي لكم ولادكم وحبايبكم يا رب، ولا تتحرموا منهم ابدا، وما تتحرموش من نعمة الصحة دي حاجة جامدة والله. يلا كله خير، ادعوا لي بس دعوة حلوة كده من قلوبكم، دعوة 40 غريب مستجابة، و ادعوا لي بالصحة والستر. بس لا المراية عندي بس، ودول عندكم حبيبي بتوعكم، حطوهم على طول يا محمد عشان ما ادعوا لمحمد ابني يا جماعه ربنا يشفيه هو واحمد، لانه محمد واخد دور برد جامد، واحمد عنده دور حساسيه رهيب رهيب رهيب. والله احنا واخدين عين، مش عارفه عين الديناصور دي هتروح مننا امتى يعني، بجد ارحموني سيبوني في حالي بقى انا وولادي شويه، لان احنا الحمد لله العين اللي انتوا اديتوها لنا جايبه اخرنا اقسم بالله. انا وولادي جايين ورا يعني متبهدلين جدا بصراحه، ارحمونا بقى وشيلونا من دماغكم شويه. للناس اللي بتدخل لي على المقربين برضو، وانا بقولها للمره المليون، المقربين بتدخلوا تراقبوني على المجال الاخر وعلى المجال ده، وحاطيني في دماغكم انتوا بصراحه نقمه في حياتنا، ربنا يريحنا منكم، وسيبوني في حالي بقى انا وولادي، وارحمونا بقى لوجه الله شويه. تمام، راشقين عينيكم فينا ومش حاسين باللي احنا فيه، وحاطيننا في دماغكم مش فاهمه على ايه بصراحه. احنا لا بقينا عندنا فيلل ولا عربيات ولا احنا راكبين مرسيدس ولا حاجه، احنا ناس غالبه على قد حالنا واليوم بيومه، وكفايه المرض اللي دخل حياتنا وهد صحتنا يعني. فشيلوا عينكم بقى من علينا شويه وارحمونا، لان احنا خلاص بجد ما بقيناش قادرين. بطلوا تراقبوني على المجال الاخر والمجال ده، ارحمونا لوجه الله شويه. والناس اللي بتنزل لنا صور على الفيسبوك وتحط اسم مش اسمي، تحط صوره ليا بس لكن مش اسمي، انا عايزه اقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يديكم على قد نيتكم، وكل واحد يقعد له في ميزان حسناته وسيئاته ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا خلاص خلصت اهو كل حاجه، الاوضه بقت زي القشطه، حطيت اللعب بتاعت حمودي دودي روح قلبي، بس نظافه وحلوه. وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ودعوه حلوه والنبي من قلوبكم كده، ربنا يشفيني ويقويني، وبالله عليكم شجعوني عشان اقدر اشتغل تاني، يعني عايزه تشجيع منكم حلو كده، ودعوه حلوه لابني ربنا يفك كربه وكربي ان شاء الله، ويشيل العين الديناصور دي من حياتنا على خير. يلا اشوفكم في فيديوهات جايه احلى وامتن واشد واقوى من كده ان شاء الله، وربنا يخليكم ليا ويزيدكم صحه وستر يا رب العالمين، وما تحرمش منكم ابدا. يلا سلام.